آه آه ما تخلص عندك استجماتيزم، اجي الضمها لك انا يعني يلا راجل هيخلص مننا. وايه علاقة اللي عند الراجل باللي انا بعمله؟ انت مش هتخيط له دماغه؟ دماغه ايه وزفت ايه؟ لا طبعا. انا عيد ميلاد بنتي وجاي رايح لقيت الزرار بتاع القميص اتقطع فبخيطه. انت اكيد بتهزر، انت لا يمكن تبقى بني ادم. ايوه انا دكتور. دكتور ايه؟ ده انت اخرك تدبير منزلي. اخلص دماغه مفتوحه. ايه ده؟ هو جرحه لسه ما لمش؟ ده بقاله يجي ساعتين في العياده، المفروض تكون لمت، الانسجه ضعيفه جدا بتاعت الولد ده. حاضر يا سيدي، عينيا. ايه القرف ده؟ انت ناوي تخيط له بالخيط ده كله لعاب. انت كده هتجيب له غرغرينه في دماغه. فين التعقيم؟ تعقيم؟ هو انت الف بعد الشر عاوزني اعمل له عمليه عشان ما يخلفش تاني؟ بس حلو، عجبتني. المفروض يكون اخر واحد في سلالته فعلا. بقول لك ايه، بعد ما نخفف دماغه ممكن نبقى نعملها. ثانية واحدة يا دكتور، ما عندكش خيط غير الاسود دي؟ يعني ما عندكش خيط شفاف او خيط لونه الجلد عشان ما تبانش؟ لا والله يا هجرس، الحقيقه ما عنديش في العياده كلها غير اللون الاسود، وبعدين اللون الاسود مضايقك في ايه؟ اللون الاسود ده لون محايد. عارف انت لو سبتني اخيط لك دماغك باللون الاسود يا خرابي هتبقى اشيك ولد في المزاريط. ده غير كمان بيقولوا ان اللون الاسود ملك الالوان. لا، الاسد ملك الالوان. لا، الاسد ملك الغابه. لا، القبيسي ملك المانجا. لا، البرنس ملك الكبده. لا، الفلاح ملك الكبده. لا، فريد شوقي ملك الترسو. لا، الممرض ملك الرحمه. فاشل، حتى الحاجه اللي ليها علاقه بتخصصك مش عارف تقولها. اسمه الممرض ملاك الرحمه. فاشل. معلش سوري، هو ايه علاقه التمريض بتخصصي؟ انت خريج ايه يا ماشي. طب خريج طب. حبيبي فاكر انه لما يخلي كلام سوفت هيعدي معايا؟ ها، زي اي حد بيئه يحاول يخلي زي مثلا ايه، بلاك ولا بلاك. والتوباي. دبي. صح. كارفور. ايفون. طب انت عارف نفسك اهو. ايوه. خلاص يا دكتور ربيع، اعملها لي بخيط اسود، بس والنبي اعمل لي تانية سحريه عشان الخيطه ما تبانش. يا ابني وانت شراب بيتكلم ده وشك. وانت اللي كنت تتكلم، انت السبب في اللي بيحصل لي ده. حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتحاسبن عليا. انا الحق عليا اللي جبتك هنا، كان المفروض اسيبك تموت في الشارع. وانت يعني موديني المانيا اتعالج، ما انت جايبني هنا. نمرود. لا من فضلك لو سمحت، اولا المريض دلوقتي عندي في العياده، يعني خلاص بقى ضمانتي. ثانيا حالته حرجه، ما ينفعش يتضرب الا لما يخلص كورس الانتيبيوتيك بتاعه، وكورس الانتيبيوتيك يخلص بعد يوم ونص. انتيبيوتيك ازاي في يوم ونص؟ يعني ده الكونجستال في 3 ايام بيخلص. مش فاهمك، ايه نوع الانتيبيوتيك ده؟ الانتيبيوتيك بتاعه هو مستورد، هتدوخ عليه شويه. انا كاتب له على برينجلز، لو ما لقيتوش جيب البديل المصري، هو كويس برضه. شيبسي في نفس الماده الفعاله. ولو هبط مني بالليل الحقه بدوريتوس؟ ده عند اللزوم، ويا ريت على غيار الريق، وتدي له مثلث واحد، بلاش شطه وليمون عشان معدته، خليه جبنه. النبي يا دكتور ربيع، ما تكتب لي على توينكس او هوز. عاوز هوز. ما تسيب الولد يطلب اللي هو عايزه. حاضر يا حبيبي، اكتب لك. انا جايب ابن اختي معايا، جايبك انزران. في يا سيدوني، يعني انت اللي ضربني وعاوزني اموت كمان؟ بقول لك ايه، انا هستناك دماغك تلم عشان ابطحك وتتفتح تاني. لا معلش، عشان ما تغلبونيش بقى، الخيط انت شايف عامل فيا ايه؟ لو هتضربه اضربه دلوقتي عشان اخيطه مره واحده. جدع، اول مره في حياتك تقول كلام ليه معنى، بس غبي في نفس الوقت، عشان مش هندفع لك كشف تاني. لا انت اللي طيب، انا كنت هسبق حالا مرتين. انا اديك 3 بس سيبني في حالي اللي هعمله دلوقتي. خلاص يا سيدوني، حقك عليا يا سيدوني. الحقني يا دكتور ربيع يا ابني وانا فاضي. ايه ده؟ ما تفتح يا مربوحه. ما تفتح انت يا سجوني. صباح الخير. خير صباحين. ده زي صفار بالطين، ما تصبحي عادي. صباح الخير عادي. تفطر؟ يا ريت، بس عاوز نسكافيه الاول عشان عايز افوق شويه على الموبايل.
او ماي جاد، مربوحه، ايه فيها ايه؟ فيها ايه يا سجوني؟ مصيبه. الكبير اتجوز علي، انا كان قلبي حاسس كلكم مخبيين علي. يا خالة يا عوض، ادوني الورشة، ادوني الورشة. ايه الهبل ده؟ ده ايه بالظبط؟ انا جبت سيره الكبير؟ امال ايه اللي حصل يا سجوني؟ لا ثانيه واحده، وبعدين انت تزعلي نوديك الورشه ليه؟ روبوت؟ فيها ايه يا سجوني؟ هدرس الحيوان صورني انا ودكتور ربيع واحنا بنضربه، نزلها على الصفحه عنده. ده انت قديم جدي، دي فيديو نازل من الساعة 10 الصبح. قديم ايه؟ قديم ايه؟ الساعه 12 يا هم ساعتين. في الساعتين دول هجرس نزل يجي 3 فيديوهات، انت مش مفلوله؟ شعري؟ لا عامله راسته. انا قلت انك قديم ومالكش في المصطلحات، مفلوله يعني عامل له متابعة يعني. يخرب بيتك، فولو جايه من فوق. فاهم، زي مسطب الجهاز هفرمطه، ما طبيعي يبقى بعدها هفلوله، طبيعي. انا هفلول، هعمل فولو للحيوان ده. في الحرب يا سيجوني لازم تدرس المنافس بتاعك وتعرف نجح ليه. ده على اساس انه نجح. ايوه، دي فيديوهاته مكسره الدنيا، دي القناه بتاعته فيها يجي 50,000 متابع. ازاي؟ وامتى عمل الفيديوهات دي؟ ما مصدقنيش؟ هي صفحته، و50,000 فعلا. شاهد قبل الحذف الناموس مالي الأوضة عشان أختي نسيت الشباك مفتوح فبعتها الصيدلية تجيب قرص ما لقتش، بس راحت للبقال وجابت، وكان عليه خصم كبير والسبب مفاجأة. ده عنوان فيديو ده ولا مقالة في جورنال؟ لا وحاطط ايموجي واخد نص الشاشة. اللي عامل كده ده بيشحت. او الفيديو ده تحديدا ملعلع وجايب يجي 15,000 مشاهدة. ازاي؟ طب بصي، انت هتفيديني علشان انت نفس المنتاليتي ونفس الباك جراوند. ايوه يعني انا صح. طب بصي هسألك سؤال، الفيديوهات دي بتأثر فيكوا ازاي وليه؟ عاوز الحاج ولا ابن عمه؟ اسخف سؤال سمعته في حياتي وهرسوه في كل المسلسلات. عمرك شفتي حد في المسلسل طلب يسمع ابن عمه؟ لا بصراحة ما حصلتش. طب ايه ابن عمه؟ انا عايز اسمع، قولي لي ابن عمه ايه؟ عندك حاجة تقوليها؟ لا بصراحة. يبقى تلاقي له الحقيقة. يا سيجوني بدل ما تركز مع هجرس واللي عمله هجرس، ركز تعمل محتوى هادف. يا سلام، كانت تايهة. ما انا عملت محتوى هادف. محتوى هادف شعبي. عارفه وفعلا مش فاهمه. مش فاهم، مش هو بتاع لا لما حد يقصف جبهة حد فجأة هات الدكتورة سميرة صح؟ هي دي. ايوه ولما حد بيكتشف حقيقة مرة فجأة الشاشة تبقى أبيض أسود لا هي دي صح؟ مؤثرة جدا. ازاي؟ مؤثرة ازاي؟ ده انا ببكي بكأة على المزيكا بتاعت لا خلاص يا سجون، لا خلاص والنبي خلاص، قلبت عليا المواجع. ده شكلها فعلا الحاجات دي بتاكل. ماشي، جاي لك يا هدرس الكلب. directed by جوني بوم